قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان اثنتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. عباد الله، في هذا الشهر يمن الله على عباده بقيد أشد أعدائه له، الشيطان الرجيم، فيصبح العبد مقبلا على طاعة ربه من غير صاد يمنعه عن الخير سوى النفس الأمارة بالسوء. فإن زكى هذه النفس أفلح وأنجح، ومن أرضاها قد خاب وخسر، نعوذ بالله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه الإمامان البخاري ومسلم. ندعو الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين صاموا كما يأمرنا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الإخوة المؤمنون، وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أيها الصائمون، إن أحد أبواب الجنة الثمانية قد خصه الله للصائمين فقط، لا يدخله غيرهم. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، اللهم ارزقنا بها، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. رواه الإمام البخاري. أيها الصائمون، من مستحبات الصيام ما يلي: أولا السحور. فعن أنس بن
مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة ويستحب تأخيره إلى آخر الليل وهو مستحب بالإجماع فلا إثم على من تركه. ثانيا تعجيل الفطر وشرطه إذا تحقق من غروب الشمس. فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. ثالثا الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. وقال صلى الله عليه وسلم إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. رابعا السواك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا وعلما نافعا وإيمانا راسخا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.